ازيكم؟ انا عارف ان تجربه شراء الموبايل المستعمل دي محتاجه تجهيزات خاصه. يعني حاليا لو انت محتاج تشتري موبايل مستعمل ما قدامكش الا حل من اتنين: يا اما تنزل محلات الموبايلات تدور على موبايل اكسلنت كونديشن كده وتستلقط لك موبايل بحاله كويسه، ومحتاج عينك تبقى في وسط راسك عشان هتعمل تشيك على حاجات كتيره جدا قبل ما تدفع للراجل الفلوس، او تاخد الطريق الاسلم شويه ان انت تدور على حد شخص بقى بير تو بير، شخص تاني بيبيع الموبايل، وتبدا بقى تتشيك على الموبايل الاستعمال طبيب ده هل هو استعمال طبيب بجد ولا لا. في الحالتين الدنيا 50-50، يعني بعد ما بتدفع الفلوس بتبدا ان انت تكتشف بعض الحاجات. طب في حاجه ممكن تقلل شويه نسبه ال 50% دي اللي فيها مشكله، هو ده البيزنس موديل بتاع موبايل مصر، منصة موبايل مصر اللي منها تقدر تشتري موبايل مستعمل، مع انها منصة ما بتبيعش موبايلات مستعملة. خليني افهمك كده بكل بساطة. منصة موبايل مصر دي هي منصة اتفتحت سنة 2022، والهدف الاساسي منها انها تبقى زي صاحبك كده اللي بيفهم جدا في كل حاجة ليها علاقة بالموبايلات، يعمل لك بقى تشيك، يسألك على شوية حاجات، يتأكد من الموبايل ده كويس. كل الكلام ده المنصة نفسها هي اللي بتعمله، وهي بتبقى الوسيط ما بين التاجر اللي بيبيع الموبايل وما بين حضرتك، عشان لما تخش تشتري الموبايل تلاقي المعلومات كاملة.